السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل معاكم طريقة عمل الكشري المصري. معانا بصلتين وقطعناهم حلقات زي ما انتم شايفين كده، هننزل بيهم في زيت كتير يعني. والزيت ده هنعمل منه كل انواع الكشري، كل الكشري هنعمله بالزيت، نستعمله في الزيت ده بالشكل الحلو ده. قطعنا بصلتين ونزلنا بالزيت بتاع قلي البصل اللي انتم شفتوه معانا دلوقتي، وهنقلب نحمر البصل بالشكل الحلو ده. وهنا هنعمل التومية، هنعمل التوم بالخل يا بنات، بتاع الدقة بتاعت الكشري. معانا معلقة توم وعصرة ليمونة ومية، مية دافية يا بنات عشان التوم. ومعانا كمون، فلفل اسمر. وهنا هننزل بالملح، هنقلبه الشكل الحلو ده. نقلب كده. وخل، وهننزل بالخل ده، واحلى دقة بالثوم والخل والليمون والكمون للكشري. حمرنا البصل ونزلنا بالصلصة اللي انا عملتها معاكم بالشكل الحلو ده. شايفين الصلصة يا بنات جميلة ازاي اللي انا عاملاها؟ صلوا على النبي كده واشتركوا في القناة. معانا فلفل اسمر وكمون وبابريكا وملح وشطة. انا ما عملتش الشطة لوحدها علشان العيال عندي كلهم بيحبوا الشطة، فانا نزلت بيها في الصلصة بتاعتي. اللي عايز يعملها لوحديها يعملها. وهنحمر الشعرية يا بنات برضو بزيت البصل عشان ما حدش يكب بزيت البصل. بعد ما حمرنا الشعرية بالشكل الحلو ده هننزل بالرز. تغمقوا الشعرية بتاعت الكشري بتبقى غامقة شوية. وزي ما انتوا شايفين كده هننزل بالرز على الشعرية ونقلب كويس عشان يطلع مفلفل وحلو يا بنات. لو هننزل بالملح ونقلب. وهننزل بالمية الدافية وهنعلي عليه علشان يتشرب، وبعد كده نوطي عليه. هنا مية سخنة ونزلنا بيها زيت وملح عشان نسلق المكرونة الاسباجيتي والمكرونة المقصوصة الصغيرة برضو مع بعض. هما الاتنين هننزل فيهم يعني نسلقهم مع بعض، مش لازم كل حاجة في حالة يعني. اهو بالشكل ده. وادي المكرونة الصغيرة ونسيبهم ونحط عليهم حبة زيت عشان مش يطلعوا متلعبكين في بعض. وتشرب الرز معانا اهو وداخل في السوا. والمكرونة استوت معانا برضه. شايفين الشكل؟ بس تسووها على الاخر يا بنات، عشان لو استوت على الاخر مكرونة الكشري هتعجن معانا. هنحط عليهم معلقة زيت بسيطة علشان ما يلحقوش يعجنوا مننا، يعني هم مفردين بس يعني زيادة التأكيد. من زيت برضو البصل، كل حاجة هنعملها من زيت البصل اللي احنا حمرنا فيه في الاول. وادي الرز زي ما انتم شايفين كده والشعرية مع بعض، شايفين مفلفلين ازاي اهو. وادي الشعرية والمكرونة. وهنغرف. والعدس والحمص اهو. العدس لما تسلقيه تسيبيه في المية والملح بتاعه علشان يبقى ده طعمه حلو، هو والحمص تنقعيهم وتسلقيهم. وادي الصلصة بتاعتنا يا بنات الجميلة. وادي البصل اللي احنا حمرناه اهو بالشكل ده كده.
وهنزوق الطبق بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطوا لايك يا بنات.